مرة عميل دخل محل وهو عصبي جدا، صوته عالي وبيشتكي من المنتجات. أكرم موظف المبيعات كان ممكن يرد بنفس النبرة، بس عمل حاجة مختلفة. أهلا بيكم، أنا عز الغريب ودي حلقات سيلز 101. أكرم سمعه لحد الآخر وسابه يخرج كل الطاقة السلبية اللي جواه، وبعد ما خلص قال له بهدوء، قال له أنا فاهم إنك متضايق وده حقك، بس خلينا نشوف نحل الموضوع ده ازاي سوا. ايه المفاجأة؟ ان العميل اعتذر عن الطريقة دي وطلب انه يشتري منتج تاني. مش كل عميل صعب يبقى وحش، ساعات بس بيكون محتاج انه يتسمع او يتفهم. طب ازاي نتعامل مع العملاء الصعبين؟ اولا افصل شخصيتك خالص عن الموقف، ما تاخدش الكلام بشكل شخصي. ثانيا خليك هادي وكرر كلامه بس بشكل منطقي. يعني ايه؟ يعني تقول له مثلا ان حضرتك شايف ان لو عملنا كذا 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 ده هيحل المشكلة. واخيرا اعرض حل واضح او على الاقل خطوات عشان المشكله تتحل. المره الجايه اللي تقابل فيها عميل صعب اعتبره اختبار لصبرك ولمدى تفهمك لعميلك، مش تحدي للكرامه بتاعتك. تابعني عشان اشاركك اهم التراكس اللي اتعلمتها في اكتر من 11 سنه سيلز.